النهاردة هنعمل مع بعض العيش الكايزر من غير أي محسن أو أي إضافات صناعية. شايفين شكله عامل إزاي؟ طري وهش وطعمه كان مسكر وغاية من الجمال. هنبدأ إن شاء الله مع بعض الفيديو، وياريت لو عجبك الفيديو تشجعوني وتعملوا لي لايك وسبسكرايب. يلا بينا ندخل على الوصفة ونشوف عملناها مع بعض إزاي. معايا هنا نص كيلو دقيق. هنشوف بقى الإضافات اللي احنا هنحطها عليه. معايا نص معلقة ملح صغيرة، معلقة خميرة كبيرة فورية، معلقتين ونص سكر. ما تخافيش السكر مش كتير على النص كيلو، الطعم طلع مظبوط. ومعايا كمان معلقة ونص لبن بودرة، طبعا بيدي هشاشة غير طبيعية للعجينة وبيخلي طعم العجينة جميلة جدا، بيوديها في حتة تانية خالص. هنا بنقلب المواد الجافة كلها مع بعض. هنبتدي ننزل بربع كوباية زبدة على زيت، لازم نحط الاتنين مع بعض. الزيت بيخلي العجينة ما تفرولش عكس ما بتكوني حاطة زبدة صافي. هنا هنبتدي نقلب العجينة ونحاول نشربها ربع كوباية الزيت والزبدة مع بعض، يعني كأنك بتبسي كحك كده. هي مش هتاخد منك وقت نص دقيقة، يعني حاجات بسيطة جدا. الطريقة دي جميلة جدا، ياريت تجربوها هتعجبكم ان شاء الله، وهتاخدوا منها عيش طعمه غاية من الجمال. هنا خلاص كنت فركت السمنة بالزيت والزبدة. معايا كوباية مية هنزل بيها بالتدريج. طبعا احنا عارفين ومتفقين ان كل نوع دقيق بيختلف من حيث امتصاصه للسوائل. تمام كده. ببتدي اشرب الدقيق بالمية بالشكل ده كده، وبنزل ببقية الكوباية جزء جزء. المهم ان انا عايزة الدقيق الابيض ده يختفي، وعايزة اوصل لعجينة تكون طرية بتلزق حاجات بسيطة في الايد. كده خلاص خدت معايا الكوباية كلها. هنشوف هتحتاج مية تاني ولا لا. بحاول الم الدقيق كله الناشف اللي في قلب الطبق. هنا بقى هاخدها على الرخامة كده، وابتدي ان انا ادعكها كويس. طبعا احنا متفقين ان كل ما بتعجني المخبوزات عموما كويس جدا بتاخدي منها نتيجة روعة. حاسة ان العجينة برضو محتاجة مية تاني، فجبت بولة وحطيت فيها مية، وبدأت انزل ابل ايدي فيها كده وانزل في العجين. مش هنحط مية كتير، يعني هي ممكن تكون خدت معلقتين 3 مية مش اكتر. انتوا شايفين انا ببل ايدي بس في قلب البولة وبدعك تاني العجين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا خلاص هنا بدأت تبقى طرية جدا معايا وبدأت تلزق جدا، وده اللي انا عايزاه. هي كل ما هتشرب المية وهتعجنيها كويس التلزيق ده هيخف وهتديكي نتيجة كويسة. هنوصل للعجينة اللي احنا محتاجينها او قوام العجينة اللي احنا محتاجينها. طبعا هي خدت مننا عجن حوالي 10 دقايق كده، وكنت بسيبها واريحها وارجع لها تاني. كده خلاص مش هحتاج مية تاني، بس محتاجة ان انا اعجن العجينة كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بتلزق ازاي؟ كده العجينة بتاعتنا ناجحة. وكل ما بخبطها كده في الرخامة بتديني نتيجة افضل من العجن كمان. خلاص هي كده العجينة بدأت تلم معايا وبدأت تبقى ناعمة خالص. هنا خلاص هلم العجينة بالشكل ده كده، وهرجعها في قلب الطبق تاني، وهسيبها لغاية ما تخمر. اهم شيء ان هي تخمر كويس معانا. هنا بعد حوالي نص ساعة ما غابتش خالص، كانت العجينة وصلت بالشكل ده معانا وخمرت كويس جدا زي ما انتوا شايفينها كده. هنبتدي بقى نلمها من قلب الطبق وننزل بيها على الرخامة من غير ما نرش دقيق ولا اي حاجة. هنعملها رول. هي ملزقة حاجات بسيطة زي ما انتوا شايفين كده،
بس هتكون سلسة معاكي جدا في التشكيل ومش هتتعبك في قلب التشكيل يعني. هنقطعها اجزاء متساوية او على حسب حجم الرغيف اللي انتي بتحبيه. انا هنا حجم القطعة دي 100 جرام بالظبط. بنلمها بالشكل ده كده وبنركنها على جنب. هنكمل طبعا بقية العجين كله كده. وهنسيبه يرتاح 5 دقايق بالظبط، مش اكتر من كده، لان الجو حر فالحاجة هتخمر تاني معاكي بسرعة. كده خلاص انا كنت عملت الكمية كلها اللي كانت موجودة معايا، وزي ما قلت لكم حجم القطعة كانت 100 جرام. هبتدي بقى ان انا اشتغل فيها بعد 10 دقايق بالظبط. هبتدي ارش رشة بسيطة كده على رخامها من الدقيق، وباخد اول قطعة انا عملتها ويدوبك بفردها فردة بسيطة خالص، وبروح جاية لماها تاني. الخطوة دي بتفرق جدا جدا في قلب هشاشة العيش من جوه. تمام. هنعمل واحدة تانية. طبعا واحنا بنحطها في الصينية او في الحوض نراعي فرق المسافات ما بينهم، عشان لسه هتخمر تاني وهتتضاعف حجمها تاني. نفس الحكاية فردتها فردة بسيطة خالص، ورحت جاية لمها بالشكل ده كده. هنا خلاص انا كنت عملت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها تخمر لمدة ربع ساعة. وبعد كده هبتدي انزل عليها بلبن، هدهن وشها باللبن. لو حابة تدهني وشها بلبن وبيض ماشي، بس انا شفت ان اللبن بيديني نفس النتيجة. بالشكل ده كده، مسحة بسيطة خالص من اللبن. وهبتدي بقى ارش عليها سمسم. حابة ترش حبة البركة مفيش مشكلة، بس انا بحب السمسم فرشيت سمسم. وعادة المتعارف عليه يعني ان العيش القيصر بيبقى معظمه بالسمسم. هنكمل بقية الكمية برضو رشة بسيطة كده على وش العيش القيصر كله، وهنرش برضو سمسم من فوق الوش. في الوقت ده انا كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هدخله في الرف الوسطاني. شايفين شكله هو في الفرن؟ طبعا حجمه تضاعف كتير، يا دوبك بيحمر من تحت بقيت له الشواية حاجات بسيطة، بياخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. شايفين عامل ازاي؟ شايفين حجم الرغيف اصلا قد ايه؟ اللون بتاعه من فوق ذهبي جميل، والارضية بتاعته نفس الحكاية ذهبي. ده شكله بعد ما طلع من الفرن. طبعا عشان يطلع معاكي طري لازم تكوني مغطية وشه بأي فوطة عشان يفضل معاكي طري. هنا انا كنت فتحت رغيف كده اوريكم شكله من جوه قد ايه. شايفين الطبقات اللي من جوه عامله ازاي؟ وكان طعمه غاية من الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد.